السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى ابنك لسه بيحكي لك كل حاجة؟ ولا بقى يقولك مفيش يا ماما عادي كل ما تسأليه؟ يمكن فاكرة إن كده الولد كبر وإنه خلاص بقى راجل أو بنت كبيرة، لكن الحقيقة يا حبيبتي أوقات الكبر مش في السن، الكبر بيبدأ لما الطفل يفقد إحساسه بالأمان مع اللي بيحبهم. في زمن مليان فتن ومواقع وأصحاب ومؤثرات من كل شكل ولون، أغلى حاجة ممكن تملكيها هي قلب ابنك المفتوح ليكي. في كل مرة يجي يحكي لك حاجة بسيطة وتحسي إنها تفاهة أو مش وقته، افتكري إن المرة الجاية ممكن ما يجيش يحكي لك خالص. الطفل مش بيتولد كتوم، لكنه بيتعلم السكوت لما بيحس إن صراحته وجعت أمه، أو إن أمه غضبت منه بدل ما تحتويه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق هو المفتاح اللي يفتح قلب ابنك ليكي، مش الأسئلة الكتير ولا المراقبة ولا الخوف. عايزاكي تسألي نفسك النهاردة بصدق: لما ابنك بيغلط بيحكيلك؟ لما بيخاف بيجيلك؟ لما بيقع بيلجألك؟ ولا بقى يداري ويخاف ويتراجع؟ يمكن الغلط مش فيهم، يمكن الغلط فينا لما نسينا إن الأم مش بس حضن، الأم كمان أمان. في الحلقة دي من سلسلة الغلط اللي يخلي ابنك، هنعرف سوا إيه الغلط اللي بيخلي ابنك ما يحكيلكيش أسراره، وهنكتشف إزاي نرجع الثقة بيننا وبينه خطوة بخطوة. فخلي قلبك مفتوح وخلينا نبدأ سوا رحلة الإصلاح بحب ورفق، زي ما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وعايزاكي تعرفي إن تربية القلوب تبدأ من دفء العلاقة، لا من شدة التعليمات. وليس المطلوب أن يعرف ابنك كل شيء، بل أن يلجأ إليك حين لا يعرف شيئاً. إذا أردت أن يحكي لك ابنك، فاستمعي له بقلبك قبل أذنك. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. ومن أحق الناس بحسن القول غير أولادنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، فارحمي خوفه وضعفه وتردده عشان يثق في حبك قبل كلامك. وتذكري دائما، الود مش في الكلام الحلو بس، الود في نظرة مطمئنة، في حضن بعد الغلط، وفي رد هادي بدل الانفعال. لما الأم تكون مأمنة ولادها، قلبه يفضل مليان أسرار جميلة هو بيشاركها بيها. لكن لما الأم تبقى مصدر خوف، يفضل الطفل يحكي لغيرها أو لنفسه، وساعتها بنخسر كنز اسمه الثقة. تعالوا للفقرة اللي بتحبوها، حكايات ستي. زمان يا بنات كان في ولد اسمه سامي، ولد طيب وشقي زي كل الأطفال، بس كان عنده أم عصبية شوية، كانت تحبه جداً، لكن ما كانتش تعرف تعبر عن حبها غير بالصوت العالي. في يوم سامي كان بيلعب في الجنينة، وقع وكسر فازة كانت أمه بتحبها جداً. خاف وبدأ قلبه يدق بسرعة، مش من الفازة لكن من شكل ماما لما تعرف. لما رجعت الأم وشافت الكسر، عينيها لمعت بالغضب وقالت بصوت عالي: مين اللي عمل كده؟ فاتهمت أخوه الصغير، وفضل سامي ساكت ساكت بس قلبه وجعه. وفي الليل دخلت الأم أوضته، شافته صاحي والدمعة في عينه. قالت له: مالك يا سامي؟ قال لها بصوت مكسور: كنت عايزة أقولك من بدري، بس خفت تزعلي وتبعدي عني. وساعتها الأم وقفت مذهولة، حست إنها مش بس خسرت فازة، هي خسرت لحظة ثقة ابنها. حضنته وقالت له: سامحني حبيبي، أنا اللي علمتك تخاف مني بدل ما تلجألي. ومن يوميها كل ما يغلط كانت تقوله بهدوء: تعالى نحكي سوا ونصلح. والولد ما كتمش بعدها تاني أبداً. العبرة
الطفل مش بيتولد كداب، بيتعلم الكذب لما يحس إن الحقيقة هتوجعه أكتر من الغلط نفسه. الحكاية التانية، البنت اللي خبت خوفها. وكان يا مكان بنت صغيرة اسمها مريم، بنت مؤدبة لكن عندها خوف دايم من الضلمة. في يوم المدرسة قررت تعمل رحلة مبيت في المخيم. البنات كانوا مبسوطين، لكن مريم فضلت ساكتة. لما رجعت البيت سألتها أمها: مالك مش فرحانة زيهم ليه؟ قالت بخجل: ولا حاجة. الحقيقة إنها كانت عايزة تقول: أنا بخاف أنام برا البيت، بس كانت متأكدة إن ماما هتضحك وتقول: أنتِ لسه بتخافي زي العيال؟ فقررت تسكت. في الليلة دي نامت وهي بتحس بوحدة غريبة، مش بس من الضلمة، من بعدها عن أمها اللي ما بقتش تفهم خوفها. وبعد أيام الأم سمعت من معلمة المدرسة إن مريم اعتذرت عن الرحلة بحجة مرضها. فبدأت تفكر: ليه بنتي ما بتحكيليش حتى عن حاجات بسيطة؟ وقتها راحت وحكت لمريم عن أيام طفولتها لما كانت هي كمان بتخاف من الضلمة، وقالت لها بابتسامة: الخوف مش عيب يا مريومة، اللي عيب إننا نخليه يكبر جوانا من غير ما نحكي عنه. حضنتها مريم وبكت وقالت: كنت محتاجة أسمع الكلمة دي من زمان. والعبرة، ولادنا مش محتاجين أم كاملة، محتاجين أم قريبة. لما نحكي لهم عن ضعفنا بيقوا، ولما نشاركهم خوفنا بيتعلموا الشجاعة. والحكاية التالتة، الولد اللي كتم السر الكبير. وكان في زمان بلد صغيرة على النيل فيها ولد اسمه آدم. آدم كان في الإعدادي، ولد هادي لكنه حساس جدا. في يوم شاف صاحبه بيعمل حاجة غلط في الموبايل، صور مش محترمة. اتخض وخاف يحكي لمامته لأنه فاكرها مش بتسمع وبتزعل بسرعة. ففضل شايل السر جواه، والخوف بيكبر. كل يوم كان بيصلي ويدعي: يا رب خليني أتكلم بس مش قادر. بعد أسبوع الأم شافته متغير ومتوتر. بدل ما تصرخ أو تلحقه قالت بهدوء: إن حاسة إنك مضايق، مش هسألك عملت إيه، احكيلي لما تكون مستعد. وبعد كام يوم دخل عليها وقال لها: ماما، ممكن نحكي في حاجة صعبة شوية؟ قالت له: أكيد يا حبيبي. وحكى لها كل حاجة، ما وبختوش ولا صرخت. مسكت إيده وقالت له: أنا فخورة إنك اخترتني تحكيلي. طالما جيت ليا يبقى إحنا نقدر نواجه أي حاجة سوا. وبعدها اتعلم آدم إن الخطأ مش نهاية، طالما فيها أم بتسمع بحب مش بحكم. والعبرة، لو ما كنتيش أول من يسمع سر ابنك هيكون غيرك، فاختاري تكوني الملجأ مش المحكمة. كل حكاية فيهم بتحكي عن نفس الألم بطرق مختلفة، لكن كلها بتقول للأم: الثقة ما بتتبنيش بالكلام، بتتبني بالرحمة. وده اللي هنوصله في الجزء الجاي إن شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ التلات حكايات يمكن كانوا بسيطين، لكن ورا كل واحدة منهم وجع صغير بيتكرر في بيوت كتير من غير ما نحس. وجع ابن بيخاف يحكي، وبنت بتخبي مشاعرها، وولد شايل سر تقيل جواه. والجامع بينهم كلهم حاجة واحدة: الأمان المفقود. لما الأم تغضب بسرعة أو تستهين بكلمة أو تضحك على خوف صغير، بتكسر في نفس الطفل حتة اسمها الثقة. ودي لما تتكسر مش سهل تتصلح. الثقة يا حبيبتي مش بس إن ابنك يقولك كل حاجة، الثقة إنه لما يغلط يفتكر إن أول باب هيروح له هو بابك مش باب غيرك. لما سامي كتم الحقيقة وخاف، مش كان خايف من العقاب، كان خايف يخسر حب أمه. ولما مريم خبت خوفها، مش لأنها قوية، لكن لأنها ما لقتش حضن يسمع ضعفها. ولما آدم سكت على السر، مش لأنه شرير، لكن لأنه فاكر إن الأم هتزعل بدل ما تساعد. يا ترى كام مرة أولادنا عملوا زيهم؟ كام مرة سكتوا
وإحنا افتكرناهم كويسين، وهم في الحقيقة بيكتموا خوفهم أو ذنبهم أو وجعهم. القرآن الكريم نفسه بيعلمنا إن حتى الأنبياء كانوا بيحكوا لربهم ضعفهم. سيدنا يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلو ربنا علمنا نبوح له بألمنا، يبقى واجب علينا نعلم أولادنا يبوحوا لينا، لأنهم لسه ما يعرفوش طريق الشكوى لربهم إلا من خلالنا. علمي ابنك إنك مش ملاك، وإنك بتتعلمي زيه. علميه إن الغلط مش نهاية، وإن الصراحة مش خطر. لما يجي ابنك يقولك ماما أنا غلطت، ما ترديش بإزاي تعمل كده، ردي بأني كويس إنك جيت حكيت لي، تعال نصلح سوا. كده بتزرعي في قلبه يقين إنه مهما حصل أمي مش هتسيبني. ولما تبقى الأم أمان بدل خوف، بتتحول العلاقة بينكم من علاقة أوامر ونواهي لعلاقة حب ونور. يا بنات، الطفل اللي بيحكيلك عن مشاكله الصغيرة هو نفسه اللي هيجيلك في شبابه يحكيلك عن همومه الكبيرة. لكن لو سكتيه النهاردة، هتسأليه بكرة ليه مش بيحكي، ومش هتلاقي إجابة. فخلي بيتك دايما مفتوح للحوار مش للتحقيق. خلي كلامك لين وصوتك مطمئن وعيونك مليانة حب مش ترقب. لأن الطفل مش محتاج أم تعرف كل حاجة، هو محتاج أم تسمعه من غير خوف وتحبه من غير شروط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش بس بالأكل والكساء، الرحمة في إنك تسمعيه وهو خايف، وتطبطبي عليه بدل ما تهاجميه، وتخليه يصدق إنك دايما جنبه مهما عمل. وقتها بس لما يجي يوم ابنك يقعد جنبك ويقولك ماما عايز أحكي لك حاجة ومش عارف أبدأ منين، اعرفي إنك كسبتي أكبر معركة في التربية، معركة الثقة. الثقة مش كلام يتقال، الثقة رحلة حب وصبر وتغافل واحتواء. واللي بيزرع الأمان في قلب ابنه عمره ما يخاف من بعد عنه، لأن الحبل اللي بيربطهم أقوى من أي مسافة، حبل الثقة والحب. يا أمهات، السر مش دايما في الكلام، السر في الإنصات. الولد اللي بيتربى على إن أمه تسمعه بدون ما تهاجمه هيكبر وهو واثق إن صوته مهم وإن مشاعره تستحق الاحترام. أما اللي بيتربى على التوبيخ والخوف هيتعلم يخفي ويتظاهر ويمثل الأمان وهو جواه محتاجه. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين يا أمهات هو المفتاح، هو اللي بيخلي القلوب تقرب بدل ما تبعد، والعيون تتكلم بدل ما تنطفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فكل لحظة رحمة بتزرعيها هتردلك يوم بلحظة حب وصدق ودفء من ابنك. افتحي قلبك قبل ودانك، اسمعي قبل ما تردي، وافتكري دايما ان الطفل اللي بيحكيلك سره بيقولك ضمنيا أنا واثق فيكي، فخدي السر بحلال مش بحكم. ولما تغلطي وده طبيعي اعتذري، لأن الأمان بيتبني كمان بالصدق والتواضع. يلا ندعي. اللهم يا واسع الرحمة ويا أحن على عبادك من الأم على طفلها، ارزقنا قلوبا تسع أولادنا وقت خوفهم وضعفهم، واجعل بيوتنا مأوى أمان لا موطن توبيخ ولا جفاء. اللهم ارزقنا حنانا يشبه حنانك، وصبرا جميلا وقت الغضب، وفهما عميقا وقت ضياعهم، وحكمة تنير طريق تربيتهم كما أنرت قلوبنا بالإيمان. اللهم اجعل أبناءنا من الصادقين الأمناء الأوفياء، وأبعد عنهم صحبة السوء، واملأ قلوبهم نورا وطهارة وسكينة. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين من كل شر، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا برهم كما رزقتنا حبهم، واجعل أزواجنا سندا ورفقا، وأمهات المسلمين رحمة في بيوتهن.
اللهم اجعل كل تسمعنا اليوم تشعر بقربك، وكل بيت حزين تملأه سكينتك، وكل طفل خائف تطمئنه بعينك التي لا تنام. ولو الحلقة لمست قلبك، ما تنسيش تضغطي اشتراك في قناة زهرة للتربية والأسرة السعيدة، وشاركيها مع يمكن تكون محتاجة الكلمة دي النهاردة، يمكن تكون سبب في رجوع ابن لحضن أمه.